ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واهلا بيكم في تاني حلقه من حلقات كبسوله وعي. المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على الحموضه وعرفنا الاعراض والاسباب وطرق العلاج وازاي نتعامل معاها بطريقه صح. النهارده خلينا نتكلم على عسر الهضم ونكمل باقي القصه بتاعتنا ونفهم عسر الهضم بيحصل ليه وازاي نعالجه. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. احنا كنا قلنا ان عسر الهضم ده ملوش علاقه خالص بالحمض، وكنا اتكلمنا انه الاكل نفسه ما اتهضمش كويس، واقف في فم المعده حسستونا انا يابا. فبحس بانتفاخ وامتلاء وغازات وحاجات كتير هنتكلم برضو عنها قدام. بالنسبه للاسباب هقول لك من ضمن الاسباب ان انا اكل دسم او حراق بكميات كبيره ومره واحده، ان انا اكل بسرعه، او ان انا اشرب كافيين كتير، او التدخين، او اكل الشوكولاته كتير. او هقول لك على حاجه، تفتكر لو انا جيت وعورت ايدي جرح كبير وبدات ان هي تنزف، هل هتشتغل بنفس الكفاءه اللي كانت بتشتغل فيها قبل ما تتجرح؟ اكيد لا. وهو كذلك المعده اوقات ما تشتغلش بشكل كويس وتعمل لي عسر هضم لو فيها مشكله، زي جرثومه المعده الاتش بايلوري اللي ممكن تعمل لي نزيف وقرح في المعده والاثنى عشر، فبالتالي المعده بتنزف. ازاي هتشتغل بشكل كويس وازاي تهضم لك الاكل؟ كمان في ادويه تانية ممكن تعمل لي القرح دي. فاكرين الحلقه اللي فاتت لما اتكلمنا على كتر المسكنات والاسبرين والحاجات دي؟ كنا قلنا ان ممكن تعمل لي حموضه لانها بترخي عضله المريء. المره دي هي هتعمل لي عسر هضم، بس مش بسبب المريء، في حاجه عملتها كارثه، عملت لي نزيف في المعده. ازاي؟ هقول لك ان في الطبيعي في ماده اسمها البروستاجلاندين. البروستاجلاندين دي عامله زي البودي جارد اللي بيحمي جدار المعده من الحمض بتاع المعده اللي هو الاتش سي ال. فهي كتر المسكنات والاسبرين بتيجي تموت البودي جارد ده، بتوقع الجدار ده، فبالتالي بيكون الجدار بتاع المعده قصاد الحمض بتاع المعده، فالاتش سي ال بيدخل. احنا قلنا هو عامل زي الماده الكاويه، فبيدخل يحرق الجدار بتاع المعده ويعمل لي التهابات ويعمل لي نزيف ويعمل لي قرح في المعده والاثنى عشر، فبالتالي بهدل لي الدنيا وبوظ لي المعده. هل هتقدر تشتغل بنفس الكفاءه؟ اكيد لا. وكمان في عندي ادويه تانية زي الادويه اللي بتحتوي على الكلوبيدوجريل. الكلوبيدوجريل دي ماده مضاده للتجلط، يعني بتخلي اي جرح موجود مش بيتجلط بسرعه، بياخد فتره شويه. فبالتالي لو انا عندي اصلا مشكله في المعده وفيها نزيف، مش هيتجلط، النزيف مش هيقف بسرعه، بل بالعكس ده زودت النزيف اكتر. فبالتالي المعده الكفاءه بتاعتها عماله تقل، فمش عارفه تهضم لك الاكل، فعملت لك عسر هضم. تفتكر الاعراض ايه؟ قلنا الاكل واقف في فم المعده، بحس بوجع في فم المعده، بحس بامتلاء، ان انا اكلت لقمتين وشبعت، بس ده مش بطبيعتي اصلا. كمان بحس بانتفاخ، بحس بغازات، بحس زي ما بيقولوا كده كرشه نفس، ان الاكل كاتم على نفسه، مش قادره اتنفس كويس. طيب بالنسبه للعلاج هقول لك سهل وبسيط. اول حاجه هكون بعملها، المفروض لو انا باخد مسكنات كتير فده هيخلي الحمض بتاع المعده يتفاعل مع الجدار بتاع المعده ويعمل لي المشاكل، قلنا يعمل لي القرح، فبالتالي محتاجه اعادل الحمض اللي طلع دوت، فهدي مضاد حموضه زي ما كنا عملنا في الحموضه. طيب غير بقى موضوع الانتاسيد ده هعمل ايه؟ انا عندي مشكله في المعده اصلا، بس انا عايز الاكل اللي كلته ده يتهضم. هقول لك سهله يا عم، ما تقلقش. عندي في مواد اسمها الدايجستيف انزيم، دي بتطلع لي مواد شبه اللي المعده بتطلعها بالظبط علشان تخلي الاكل يتهضم، هي بتهضم الاكل. طيب الادويه دي زي ايه؟ زي الدايجستين، الدايجستوزيم، الدايجست ايز، الكريون، البيبزايم. الحاجات دي بتطلع لي مواد شبه اللي المعده بتطلعها، وافضل دوايين هما الكريون والدايجست ايز، ما بيقفش قدامهم حاجه، بيكسر لك بروتينات ودهون ونشويات، بص بيكسر كله، ما فيش حاجه تقف قصادهم. طب بالنسبه للتقلصات اللي بحس بيها، بحس ان معدتي عماله بتنقبض بشكل فظيع. هقول لك ما تقلقش، هديك مضاد للتقلصات انتي سبازموتيك زي الكوليبرين دي، البسكوبان، السبازموفين. الحاجات دي تبقى برضو كويسه للانتفاخ والغازات. وكمان في عندي ادويه حلوه جدا اسمها البروكاينيتكس. دي زي ايه؟ زي الادويه اللي فيها دوميبرادول اللي هي الموتينورم والموتيليوم. الادويه دي كويسه جدا واقل في الاثار الجانبيه. وكمان عندي ادويه اللي هي فيها الايتوبرايد زي الايتوبرايد والجانتون، دي برضو ممتازين. في ادويه انا بخاف منها شويه او مش بستخدمها بقى لفتره طويله، زي الحاجات اللي فيها الميتوكلوبراميد اللي هو الماكسيلون والبريمبرين، دي ما ينصحش ان انا استخدمها لفتره طويله.
طيب البروكاينetics دي بشكل عام بتشتغل ازاي؟ بتسرع لي او بتحفز لي حركه المعده والامعاء، فبالتالي بتسهل لي تفريغ المعده، مش هحس بالكتمه اللي بحس بيها ولا ان الاكل يفضل واقف، لا هي بتحفز لي الحركه بتاعت الامعاء ان هي تشتغل بسرعه. دلوقتي وصلنا لجزء اللايف ستايل بتاعي او الحاجات اللي المفروض اظبطها عشان اقلل او اتجنب موضوع عسر الهضم. اقول لك طبعا ما ينفعش اكل كميات كبيره مره واحده، كمان اقلل الاكل الحراق او الاكل الدسم بكميات كبيره، كمان العب رياضه بشكل كويس، بس ما يكونش بعد الاكل مباشره، يعني استنى مثلا حوالي ساعه ولا حاجه بعد كده اروح العب. لازم طبعا ان انا اقلل الكافيين وموضوع التدخين طبعا. ولو الاعراض زادت او فضلت فتره طويله ومش بتقل بالعلاج فلازم اروح للدكتور فورا، ولو لقيت مثلا دم في البراز او دم في القيء او الكلام ده فبرضه بتجه للدكتور. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، ونيجي لآخر سؤال زي ما عودناكم، وهو خلال الحلقة اللي فاتت والحلقة دي عاوزة كل واحد فيكم يقول لي تفتكروا بعد أكلة الكشري كل واحد كان بيحس بحموضة ولا عسر هضم وهو ما كانش واخد باله؟ مستنية إجاباتكم في الكومنتس. دمتم بخير.